ينتظر الجهاز الفني الإسماعيلي قرار لجنة المسابقات بشأن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الأهلي المؤجلة من الأسبوع ال14، وما إذا كانت ستقام في موعدها المحدد سابقا الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر بسبب ضيق الفارق الزمني بين هذا الموعد وموعد لقاء الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، والمدة 48 ساعة. وكان طارق العشري المدير الفني الإسماعيلي قد أشرف على مران أمس داخل المعسكر المغلق بفندق النادي على فترتين صباحية ومسائية، بوجود كل من أحمد عادل عبد المنعم وعبد الرحمن محروس حراس المرمى، وبرفقتهم عبد الكريم مصطفى ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد إيهاب وحاتم سكر وعبد الله محمد وحسن منصور وابراهيم عبد العال ومحمد خطاري ومحمد حسن وعبد الله حسن ومحمود أوتاكا وابراهيم النجعاوي ومحمد كنت وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعلي المنواني وحسن صابر وعبد الرحمن كتكوت وإيريك تراوري وأنور عبد السلام ونادر فرج وخالد النبريسي. واستغرق المران حصة تدريبية 60 دقيقة اشتملت على الإحماء وفك العضلات، وانتقلت للنواحي الخططية، وانتهت بتقسيمة شهدت حماس بين أعضاء الفريق. وقال طارق العشري المدير الفني الإسماعيلي أن الأمور تسير طبيعية داخل المعسكر المغلق بفندق النادي الإسماعيلي بخصوص الالتزام والانضباط للاعبين وتنفيذهم التعليمات المطلوبة منهم على أكمل وجه. وأضاف أنه ينتظر المستجدات فيما يتعلق بإقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء المقبل أو ترحيلها للمرة الثانية لوقت لاحق، ووقتها لن ينفض معسكرنا المغلق بل سيتحول للتحضير للقاء مع وادي دجلة يوم 20 فبراير الجاري باستاد الإسماعيلية. وأشار المدير الفني الإسماعيلي أنه تم ضم عبد الرحمن كتكوت وحسن صابر للمعسكر المغلق ليرتفع العدد ل 28 لاعب، بينهم مروان حمدي وخالد النبريس، بعد تمثلهم للشفاء من الإصابة التي لحقت بهم. وأوضح أن البعض قدم إليه النصح بالتروي قبل قبول تدريب الإسماعيلي بسبب ظروفه الصعبة، لكن طارق العاشي رفض وأصر على تحمل المسؤولية بكامل إرادته، ويأمل أن تنفرج أزمة حظر القيد قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. وأكد أن الإسماعيلي يحتاج تضافر جهود أبنائه المخلصين لإنقاذه من العثرة الشديدة التي يتعرض لها حاليا، وهذا ليس بغريب عنهم لحبهم وعشقهم اللامحدود للفانيلا الصفراء منذ نشأة قلعة الدراويش.